والله العظيم ما في حد عنده انتماء غير الجمهور. انت عارف في كام لعيب من الاهلي راح الزمالك او من الزمالك جه الاهلي عبر التاريخ؟ لو مش عارف تعال اقولك. اول واحد اتنقل من الاهلي للزمالك كان حسين حجازي سنة 1923. بعدها سنة 39 عبد الكريم صقر اتنقل من الاهلي للزمالك. نيجي بقى لفترة الثمانينات. فترة الثمانينات اتنقل فيها 2 لعيبة من الاهلي للزمالك، جمال عبد الحميد سنة 83 وزكريا ناصف سنة 88. التسعينات في 2 لعيبة برضو راحوا من الاهلي للزمالك، محمد عبد الجليل وايمن شوقي. نيجي بقى فترة الألفينات. فترة الألفينات دي بقى كانت البداية البوم الجامدة. طبعا سنة 2001 حسام حسن وابراهيم حسن في صفقة مدوية أو انتقال تاريخي من الأهلي للزمالك. جه بعديهم بقى إبراهيم سعيد وأحمد فيليكس وحسن مصطفى وعصام الحضري وحسين ياسر المحمدي وأحمد حسن وناصر ماهر وأحمد حمدي وعبد الله السعيد. في ناس من دول من الأهلي للزمالك على طول، وفي ناس لفوا لفة ورجعوا الزمالك، أو في ناس سابوا الأهلي وراحوا نادي تاني قعدوا شوية ورجعوا تاني في الآخر على الزمالك زي عبد الله السعيد. العكس بقى، الناس اللعيبة اللي جت من الزمالك للأهلي سواء مباشرة أو عن طريق رحلة احترافية أو كوبري يا عم زي ما أنت عايز تسميها. أول واحد ودي كانت صفقة مدوية برضو، كانت سنة 94، وهي صفقة انتقال رضا عبد العال من الزمالك للأهلي. ويجي بعديها صفقة مجدي طلبة كان برضو في الزمالك وجي الأهلي. في الألفينات بقى بدأنا بإسلام الشاطر، وبعدين نادر السيد، وبعدين طارق السعيد، وبعدين محمد صديق، وبعدها معتز اينو، صبري رحيل، هاني العجيزي، مؤمن زكريا. ثم بداية بقى من 2020 جت بقى الصفقات الجامدة يعني او اللي عملت ضجة، يعني كهربا، وبعديها امام عاشور، وبعديها اشرف بن شرقي، وبعديها احمد السيد زيزو. اللي عايز اقوله ان في الاخر في لعيبه كتير عبر التاريخ راحت من هنا لهنا وجت من هنا للناحيه التانية، سواء مباشر او عن طريق رحله احترافيه او شرط جزائي او يعني ايا كانت الطريقه اللي انت عايز تسميها، كوبري عايز تسميها زي ما انت عايز. المظلوم واللي يعني بيقع في الحفره بتاعت ده خاين، ده عميل، ده ساب، ده عمل، ده سوى، مش عارف ايه، الجمهور. فوالله العظيم ما في حد عنده انتماء